اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا النهارده هنتكلم على ازاي نختار عدسات النضاره بتاعتنا، وده للفئه اللي هي تحت سن ال40 سنه. يعني تشمل الاطفال، مراهقين، شباب، لحد سن ال40. الفكره احنا انواع العدسات عندنا في كذا نوع من انواع العدسات. بالنسبه للاطفال احنا بنحب ان احنا يبقى عدساتنا بلاستيك وفيها طبقه انتي ريفليكشن، ودوت بيحسن جودة الايه الرؤية بالعدسة. بالنسبة للأطفال يعني مش أكتر من كده، لأن كده كده احنا كل 6 شهور في سن تحت سن ال 12 سنة بنحتاج إن احنا نغير العدسات، فمش لازم ندي عدسات غالية جدا، لأن كده كده هتتجرح وبعد 6 شهور هتحتاج تتغير. طيب، نيجي بقى للايه الفئة التانية اللي هي مثلا الناس اللي بيعملوا رياضة او بيتحركوا او كده ويعانوا من قصر نظر في سن المراهقة، لسه النظر ما ثبتش عشان يعمل تصحيح نظر. فدوت في عدسات اسمها البوليكربونات، والبوليكربونات دي عدسه لينه ومضاده للكسر، ما تتكسرش وتأذي العين في الالتحامات والرياضه والحاجات دي. وبرده الشمبر بتاعها بيبقى لين وما يعملش اصابات. فبالنسبه للناس الرياضيين العدسه البوليكربونات مشكلتها البسيطه ان هي بتتخدش كتير وبسرعه. طيب، نيجي للناس الفئة الثالثة اللي هم بيقعدوا قدام الشاشات فترات طويلة، بيقعدوا قدام كمبيوتر أو موبايل أو دول في عدسات اسمها البلو كات. دي تلاقي بتاع النضارات جاب لك قلم ليزر أزرق كده وما يعديش من عدسة، ما يعديش من العدسة ويعدي من العدسة العادية، وإنما ما يعديش من العدسة البلو كات. فدي وظيفتها إن هي بتحجب الأشعة ناحية الأزرق، وبتدي ضي اصفر شويه. مش شرط ان كل الناس تنبسط منها، لكن هي بتبقى مفيده على المدى البعيد، ان هي بتحمي الشبكيه من الاشعه اللي رايحه ناحيه الطيف الازرق. نيجي بقى للناس اللي هي بتتحرك نهاري، الناس اللي هي عندها بعض الحساسية الضوئية، في ناس ما بتستحملش أشعة الشمس، في ناس بتبقى بشرتها يعني فاتحة أكتر، الناس اللي ما عندهاش صبغيات خلقيا. دول في عدسات اللي هي الترانزيشن، اللي هي بتقلب شمس في إضاءة الشمس الجامدة وترجع للإضاءة العادية. الفئات دي انا بقى لما اجي اعمل نظاره او حد بيعمل قدامي نظاره بقول له انت بتشتغل ايه؟ انت يعني شغلتك ايه؟ هل بتحتاج الشاشات فترات طويله؟ ايه الدنيا؟ وبناء على احتياجاتك بنبدا نرشح لك نوع عدسه يناسب هذه الاحتياجات. لكن احنا كبيزك العدسات هي تبقى انتي ريفليكشن وبلاستيك، والاضافات دي على حسب احتياجك انت. الكلام ده كله ينطبق على الناس الصغيره تحت سن ال40. ليه؟ الناس دي عندها قدره ان هي تعمل فوكسنج، بيعمل اوتو فوكس، يعني بيقدر يغير شكل عدسه عينه بحيث انه يشوف البعيد بوضوح ويشوف القريب بنفس القوه، ويشوف شاشه الكمبيوتر او مسافه الدراع. هي ده المدخل بتاعنا عشان نفهم زرع العدسات داخل العين. وشكرا لحضراتكم.